الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون. وفي الإسلام عيدان لا ثالث لهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، وكل منهما حمل فرحة بأداء ركن من أركان هذا الدين العظيم. فعيد الفطرة جاء بعد تمام ركن الصوم، وعيد الأضحى جاء بعد تمام ركن الحج، والعيدان مرتبطان بالقرآن الكريم، والذي ربط العيدين بالقرآن هو الله جل جلاله، فجعل القرآن الكريم مصدرا للعيدين بدءا وختاما. فكانت بداية نزول هذا القرآن في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فرض الله صومه على هذه الأمة وجعل ختام صومها عيدا. فاكبروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله إخواني، إله بقى معسكر جل جلاله نسي مالتها العظيم كوين مالت آدم قيمة بدن إلهي سبحانه وتعالى نعطي سلقج عن بديها إسلام كإله والحلوج دي ولا بعيد عيد سدحاتنا ملحا عيد وابد الصوت كتب بيصور عيد الفطر قال له يقانو منه عيد المالت عن داقنا هايو حاج أركان تسمت اللي كلها كذا إلهي سبحانه وتعالى نعمدها نسي لماذا عيد إلهي فرحته وحكا قد يبدي القرآن كان قرآن كمالتي لسودجي رمضان إهد وليلة القدر اللي سودجي هو ما أركيسا إلهي سبحانه وتعالى أكتيسا لقى سودجي كذب النبي ترتيبي وحي اللي سودجي قرآن كان نزول كيس رمضان وها رمضان كي ملك الله صلى الله عليه وسلم إلهي المسلمين تفرحوا سيمانتا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون. إلهي وحولي وردينتا كتاب كيغا هي سنة النبي عيني صدري تاسا فرحتي لكم لنا كف فرحة فبذلك فليفرحوا أنت أقول فرحة أقول فرحة إلهي جل جلاله عيدا مركي إلهي جل جلاله بداية نزول القرآن قرآن ككو مركي لسودج إلهي عيدا نسيه عيدا وامحا وعيد ما تأتاقنه قرآن إلهي مركو ختمي مالنتي ماركيسا عرفه وماركيسا النبي عليه الصلاة والسلام سلمان جمعيه بعد العصر أي إلهي جل جلاله جبريل صدري جبريل مركو صدري أي النبي عليه الصلاة والسلام آيات كان قرآن كان لغو ختمي صدجي ومحي آيات اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم ما أنت إذن كامل إلهي دين فينا كامل دين كليك نبي المحيي إلهي وحبي نصدري ليتمم مكارم الأخلاق أخلاق إذن كامل يرى وانا يرى النبي عليه الصلاة والسلام إلهي وحبي لا دين فينا ما أنت إذن كامل يرى وروليب الحد بشينا كامل كامل من نعمتنا ورضيت لكم الإسلام راعد أسير ما يقعد وفيرنا والله. ومن يبتغي غير الإسلام دينا الإسلام هو على ينقض دينك. وعند جبل عرفة تحديدا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نزل أمين الوحي السماء جبريل عليه السلام بقوله جل في علا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شرع الله فريضة الحج وختم الفريضة بعيد الأضحى وربط العيد بأكمال الدين وتمام النعمة ونهاية نزول القرآن. فعيد الفطرة عيد بداية هذا الدين وعيد الأضحى عيد تمام وكمال هذا الدين. فيا عباد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وبذلك فلنفرح وأفراحنا ليس كأفراح الآخرين. هم إن فرحوا خمروا وفقدوا عقولهم ورقصوا وارتكبوا الفواحش وأظهروا فرحتهم بارتكاب المعاصي وتسلطوا وتجبروا. ورب العزة جل وعلا يقول لهم في قوله ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفرحون. أما أفراحنا فهي أفراح الراشدة أفراح السعادة أفراح من أعطاهم الله في الحياة الدنيا القيادة كما يقول جل جلاله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أفراحنا